السلام عليكم. الاهلي بيبتدي مشواره في دور المجموعات بفوز عريض على شبيبة القبائل الجزائري ب4 أهداف مقابل هدف. الحقيقه في مكاسب كتير قوي في ماتش النهارده، مش الفوز العريض اللي بنتيجه 4-1 واللي خلاك في صداره المجموعه الثانيه، ويجي بعديك يانج افريكانز بقى اللي فاز على الجيش الملكي المغربي النهارده 1-0. ولكن في مكاسب كتيره في الماتش زي ما انا بقول، منها عوده الفتى الذهبي، عوده البعبع امام عاشور. امام عاشور وبعد غياب 160 يوم رجع، وفي خلال 10-11 دقيقه حط الجون الرابع للنادي الاهلي. اللي هو رجاله انا غبت كتير بس راجع امسي عليكم، انا من زمان ما مسيتش عليكم، خدوا حته بالشمال عشان يمسي الراجل على كل جماهير الاهلي بعد 10 أو 12 دقيقه من نزوله. بس من ضمن مكاسب برضو ماتش النهارده يا جماعه، احنا بقى عندنا هويه في الملعب. ياستورو برجع هويه التمركز او مراكز اللعيبه تاني للاهلي في الملعب. اوجد الراجل الخلطه الذهبيه والسحريه للعيبه الاهلي في الملعب. انا خلاص كمشجع اوتوماتيك دلوقتي انا عارف ان ناحيه اليمين قدام هلاقي بن شرقي، ناحيه الشمال في تريزيجيه رجع تاني يطلع نار من بقه، في دينامو في نص الملعب بيروح يمين وشمال اسمه زيزو، وعندي ارتكازين من نار في نص الملعب، واحد كورتو والشورت باص واللونج باص عنده جميله، بيلعب كويس برجليه وعنده رؤيه جباره، وواحد من اهم لعيبه الاهلي في الفتره الاخيره مروان عطيه، والتاني بقى جنبه الدبابه الماليه اليو ديانج، ماكينه قطع الكور وافساد هجوم الخصوم. والحقيقه ان ياستورو خلق وظيفه جديده لاليو ديانج. الراجل ده يا جماعه لو اي حد عايز يعرف شغله فين يبص على الناحيه اليمين في النادي الاهلي، الناحيه اليمين اللي كانت ميته، اللي كان ميؤوس منها، اللي كان ومعلش يعني يا محمد هاني انت على عيني وعلى راسي، كان هاني واللي معاه عاد منها. الراجل المدرب الكويس الفاهم الواعي كويس قوي بامكانيات لاعيبته، اللي فاهم قوي ودارس كل لعيب عنده ميزه ايه وبيلعب وبيطلع 120 و150% في انهي مركز في الملعب. الراجل ايقن كويس قوي مدى قوه ومهاره وجوده امكانيات اشرف بن شرقي، وادرك ان هو ما ينفعش يقعد راجل زي ده على الدكه. الراجل فهم وعرف كويس قوي امكانيات زيزو، وعارف ان الراجل ده حتى لو خد حريه في الملعب هتفضل الجبهه اليمين وناحيه عدلته اليمين والكروسات اللي بيعملها هو افضل مكان ممكن يتحط فيه احمد السيد زيزو ويفيد بيه المجموعه. ولا مش كده وبس، لا ده انا هرمي كمان اليو ديانج بسرعته وبخفته في الناحيه دي واخلي الجبهه دي سم للخصوم. وكلنا لاحظنا وشفنا من اول ما الراجل مسك ومن ماتش المصري في الدوري كان ازاي اليو ديانج بيعمل السبرنت في ظهر المدافعين ويروح ناحيه اليمين وياخد الكوره من بن شرقي او من هاني ويعمل الكروس باص اللي جت منها واحده لجراديشار وجابها في العارضه وضاعت. نفس الكلام بيتطبق النهارده في الماتش اللي فات، اليو ديانج بيقطع الكروس، خلق وظيفه جديده لاليو ديانج، ابتكر. المدرب يا جماعه هو اللي بيعرف امكانيات لعيبته، عشان كده كنت هنا دايما بهاجم ريبيرو واقول الراجل ده مش عارف امكانيات لعيبته. الراجل اللي قاعد بن شرقي وعمال يمطوح في تريزيجيه يمين وشمال وشادو سترايكر ويلعب في نص الملعب، ويقعد شويه ديانج ويلعب حمدي فتحي ويلعب مروان عطيه ويقعدوا شويه ويجيب ده من هنا على ده من هنا ومفيش اي ثبات في التشكيل. ده راجل مش عارف امكانيات لعيبته، مش عارف يحط ده فين وده فين. اصبح لينا هويه في الملعب، اصبح لينا شكل في الملعب، فلازم نشيد بالراجل ده ولازم نقول ان احنا تقريبا كده وان شاء الله احنا كسبنا مدرب محترم، مدرب عنده فكر، مدرب بيعرف يقرا سيناريوهات الجيم ويعرف يقرا كويس قوي امكانيات اللعيبه اللي معاه. طيب مكاسب ايه تاني في ماتش النهارده؟ والله انا عايز اقول يا جماعه ان مصطفى شوبير بيثبت كل يوم وكل لحظه، بيثبت لكل الناس اللي في كوكب الارض وفي كوكب المشتري وفي كوكب زحل ان هو يستحق وقت اكتر من كده بكتير في الملعب. بسم الله ما شاء الله شال كورتين حلوين قوي بعد ما نزل واتصاب الشناوي، منهم واحده برده فعل خياليه خياليه مصطفى، وكل مره بينزل فيها لازم يورينا لقطه من لقطاته الكويسه دي. وعايز اقول لك يا مصطفى انها هانت وقربت قوي يا صديقي. استكمالا للمكاسب بقى يا جماعه، تريزيجيه اللي بيطلع نار من بقه، ابتدت تطلع قماشه يا تريزي. الحقيقه تريزيجيه هو مان اوف ذا ماتش النهارده، مجهود كبير قوي في الملعب. تريزيجيه ابتدى يخفف من الاندفاع القوي اللي كان عنده اللي بيضيع فيه اغلب مجهوده في الماتش. يعني انت لو بصيت على تريزيجيه من اول ما جه النادي الاهلي هتلاقي تريزيجيه كان بيعافر في الماتشات ويجري ويروح يجي بلا قيمه بلا فايده. النهارده تريزيجيه بيتمركز صح في الكورنر، هوب حط واحده بدماغه في الجول. النهارده تريزيجيه بقى بيقف في الاماكن الصح، في الاماكن ناحيه شمال الواحد لواحد كويس قوي، امتى يباصي مع زمايله يعدي واحد اتنين ويباصي،
وامتى يكمل ويروح واحد لواحد ويحاول ان هو يلعب مباشر على الجون. الراجل ده يا جماعه هو خطورته كلها في اللعب المباشر. الراجل ده محتاج اللي يقربه من الجون، ولك في الجون الثالث خير شاهد وخير دليل. الارض على طول، ما استناش شيعه في البعيد. احمد نبيل كوكا على فكره قدم ماتش كويس قوي النهارده على الجانب الدفاعي، وما كانش بطال برضه على الجانب الهجومي. النهارده الراجل المدير الفني لفريق شبيبه القبائل بعد الماتش بيتكلم وبيقول ان احمد نبيل كوكا لعب كويس قوي وقدم مباراه جيده، ساب كل النجوم اللي في النادي الاهلي واتكلم بعينه على احمد نبيل كوكا. فاخيرا وقبل ما نروح لتقييمات اللعيبه سريعا، اللي انا شايفه والاهم النهارده من المباراه الاولى في دور المجموعات في بطوله افريقيا، مش الصداره على قد ما هي ان الاهلي استعاد شخصيته وبقى عنده هويه في الملعب. النهارده بص على اشرف بن شرقي ناحيه اليمين، تحس ان هو بيلعب ناحيه اليمين من اول ما اتولد، من اول ما لعب كوره وهو عنده 16 سنه وهو بيلعب ناحيه اليمين، بيلعب هاف يمين. واحده من افضل ماتشات اشرف بن شرقي النهارده. فبعوده امام عاشور بقى اتمنى ان الريتم يعلى، اتمنى ان احنا نستكمل ما بدأناه النهارده، وان احنا الراجل يبتدي بقى يطعم على التوليفه دي بلعيب اتنين، وخاصه في نص الملعب. لان احيانا في ماتشات زي ما انا بقول ما تبقاش عايزه اليو ديانج، بتبقى عايزه لعيب كوره جنب مروان عطيه عشان يفتح التكتلات اللي بتبقى من الخصوم، وبالذات في ماتشات الدوري قدام الفرق الصغيره. وافتكروا كلامي، معظم الفرق الصغيره في الدوري بتلعبك بزون ديفنس، بتقابلك من نص ملعبها. فانا النهارده محتاج اللعيبه اللي تقدر تنقل وتلعب كوره وتفتح مساحات ويبقى عندها دور فردي احيانا في بعض اللقطات في الماتش وفي بعض المواقف. فلازم يسترب يطور الحته دي يبتدي يدخل امام عاشور، يبتدي يدخل محمد علي بن رمضان. هو كده كده اصلا الاثنين هيكون لهم دور الفتره الجايه. وتبقى المشكله الازليه للنادي الاهلي، ومع ان محمد شريف النهارده سجل جول كويس قوي بتحرك كويس قوي، ولكن لسه هو مركز المهاجم اللي عامل ازعاج لجمهور النادي الاهلي، واعتقد كمان عامل ازعاج ليسترب والجهاز الاداري الفني اللي معاه. اعتقد ان من هنا للدور الاول الاهلي هيلاقي ضلته في المهاجم، ومين عارف يمكن شريف المخيف ينسينا الكلام ده خالص ويورينا ويستمر على نفس المنوال. طيب سريعا تعال نقيم لعيبه النادي الاهلي النهارده. لو هنبتدي بمحمد الشناوي، فوالله محمد الشناوي اديله 4/10. 4/10 ليه؟ والله هو الراجل تقريبا لم يختبر في الشوط الاول والثاني كمان، اللهم الا الكوره الغلطه، واعتقد انها بنسبه 80% غلطه منه هو، لان الكوره كانت ملعوبه بالعرض. لو ما خبطتش في رجل محمد الشناوي ما كانتش هتدخل جول خالص. والحقيقه ان التقييم ده نابع برضو من مستوى الشناوي في الفتره الاخيره واحساسنا بيه احنا كجمهور. انت كجمهور مش مطمن للشناوي في الفتره الاخيره، طلعاته مش مظبوطه، مفيش ثبات في المستوى. اتمنى الشناوي يفوق. ياسر ابراهيم نفس الشيء، اديله 4/10، ما يتخرجش كتير عن الشناوي النهارده. ياسين مرعي اديله 5/10، ما كانش احسن حاجه برضو ياسين مرعي على مستوى المان تو مان. الراجل ده كان دايما بيكسب الالتحامات اللي في الهواء، كان دايما بيكسب ما بيكون في مهاجم بيلعب عليه، دايما الكور اللي بيجي من ضرب بينكشها من قدام المهاجم كان بياخدها. النهارده لا خالص، كان دايما متاخر شويه عن مقابله المهاجمين. فياسين مرعي النهارده 5/10. احمد نبيل كوكا اديله النهارده 7/10. محمد هاني النهارده اديله ممكن 6.5/10. عمل تكمله، كان بيعمل التكمله كويس قوي على الصعيد الهجومي، والناحيه الدفاعيه الحقيقه ما كانش فيه حاجه خطره قوي من ناحيته. كان لعيبه نص الملعب يا جماعه، مروان عطيه واليو ديانج، وتحديدا اليو ديانج، سادين وحاجبين عن الخط الدفاعي كوارث. لو هم مش موجودين او لو الراجل ده ما بيلعبش بالاستراتيجيه اللي هو بيلعب بيها دي، هيبقى في كوارث على دفاع النادي الاهلي. فالاثنين دول مدارين كوارث على الناس اللي ورا. مروان عطيه النهارده اديله 7.5/10. اليو ديانج 8/10. كان افضل النهارده اليو ديانج، وعلى صعيد قطع الكور كمان واستمراره ولعبه 90 دقيقه في الماتش. اشرف بن شرقي النهارده 9/10، وواحد من رجال اللقاء، واحده من اجمد ماتشات اشرف بن شرقي. احمد السيد زيزو النهارده اديله 7/10. زيزو ما كانش افضل حاجه النهارده، وما كانش برضو سيء، اتحرك كويس قوي في الشوط الاول، ولكن ما كانش مؤثر بالقدر الكافي. ونيجي بقى لعريس اللقاء، هو تريزيجيه 10/10 يا تريزيجيه. اداء متميز جدا، واتمنى تستمر على كده. محمد شريف اديله النهارده 8/10 عشان الجول اللي جابه. هنيجي بقى نبص على التغييرات، فطاهر اديله 4/10. امام عاشور اديله 10/10.
وليه النهارده 10 من 10؟ لان امام نزل عمل المطلوب ان الراجل ده رجله ترجع في الملعب تاني. الراجل نزل وبعد 10 12 دقيقه سجل هدف، وده كان المطلوب. الثقه بالنفس ترجع اللعيب تاني، رجليه ترجع تدوس في ارض الملعب تاني. امام النهارده عمل المطلوب منه بناء على حالته، بناء على اصابته اللي بقى لها 160 يوم. واعتقد ان الباقي ملحقش يلعب عشان خارج التقييم، ملحقش يلعب عشان يتقيم. طيب لو وصلت لحد هنا واول مره تشوفني، انا اخوك حسام زويد، فضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات وانزل حالا اعمل لايك للفيديو دعما لاخوك عشان استمر في تقديم المحتوى. اشكركم شكرا جزيلا، وسلام عليكم.